لو انتوا بقى زي كده ووصلتوا نص رمضان وزهقتوا بقى من الطبيخ، تعالوا اقول لكم ازاي تعملوا احلى ساندوتشز بيف وتشيكن برجر. بجد كان طعمهم حلو قوي، واحلى حاجه بقى ان هي ما فيهاش وقوف كتير في المطبخ. بس قبل بقى ما نخش في الوصفه، فعاوزاكم تكملوا الفيديو ده للاخر عشان اقول لكم ازاي ممكن تكسبوا بوكس زي ده فيه كل منتجات اشهى. وعشان احضر بقى البيف برجر، حطيت اللحمه المفرومه بتاعت اشهى، كان فيها نسبه دهون كويسه فما احتاجتش ان ازود لها حاجه. حطيت بس ملح وفلفل توم وبصل باودر، وعجنت بقى اللحمه كويس قوي وشكلتها بقى على شكل البرجر ودخلتها الفريزر تمسك نفسها. وعلى جنب بقى حضرت اسهل صوص في التاريخ. استخدمت 4 معالق كبار من المايونيز ومعلقه كبيره من المستردة، ملح وفلفل، شويه خل صغيرين، وبس كده هو خلص. وبصراحه عشان اسهل على نفسي استخدمت التشيكن برجر الجاهز بتاع اشهى، لانه جاهز على التسويه كده، مش لسه بقى هنقعد نفرم فراخ ونحط لها توابل ونشكلها وبيض وقسماط. مش هياخد مننا اكتر من 3 4 دقائق كده على نار متوسطه لحد ما يطلع كريسبي وشكله تحفه كده. سويت بقى البيف برجر على جريل سخنه جدا، وقلبتها على الناحيه الثانيه اول ما خدت الكراست ده، وزودت لها بقى الجبنه التشيدر وقفلت عليها لحد ما ساحت وبقت بالشكل ده. بحب كمان احمص العيش مع الدهون اللي نازله من البرجر عشان بيكون طعمه احلى. وبس بقى كده جاهزين نرص الساندوتشات بتاعتنا. حطيت الاول الصوص، وبعد كده الخس، بعد كده البرجر، دلعته بقى بالبصل والطماطم، ممكن تحطوا خيار مخلل. وعملت كمان التشيكن بنفس الطريقه، بس حطيت بقى الجبنه على الفراخ ودخلتها الميكرويف تسيح، وحطيت كمان تركي. هتلاقوا كل منتجات اشهى في كل السوبر ماركتس. ولو عايزين تكسبوا بقى البوكس ده، فكل اللي عليكم تعملوا منشن ل2 من صحابكم في الكومنتس، ولايك وفولو لصفحه اشهى على فيسبوك وعلى انستجرام. هنختار منكم 2 عشوائي يكسب معانا البوكس ده.